السلام عليكم. طبعا من اكتر الوصفات اللي حلوة جدا وبنحبها المكرونة. تعالوا بينا النهاردة هنعمل المكرونة النجرسكو بطريقة جميلة وسهلة وحلوة جدا، هتطلع معاكي طعمها تحفة قوي. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك. يلا نشوف هنعملها ازاي تطلع معاكي تحفة. في حلة على النار نحط فيها مية تكون بتغلي معانا. بعد كده هننزل هنا عليها بالمكرونة، اي نوع مكرونة ممكن تستخدميه عندك زي ما انت حابة. بعد كده هنحط هنا معلقة صغيرة من الملح وهنقلبها وهنسيبها لحد ما تستوي معانا تماما لمدة 5 دقايق. بعد كده هنرفعها على النار وهنصفيها وهنسيبها على جنب. بعد كده هنحط هنا طاسة على النار تسخن كده كويس اهم حاجة، وهننزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هكون مجهزة هنا بصلاية متقطعة شرايح جوليان بالشكل ده، هتقلبيها لحد ما تدبل معاكي. هنحط لها معلقة صغيرة من الملح وهنسيبها لحد ما البصلة تدبل معانا، مش عايزينها تحمر تماما. كده جهزت معانا. بعد كده هنا عندي صدور فراخ متقطعة شرايح. الحشوة دي اختياري زي ما انت حابة، ممكن تحطي لحمة مفرومة سجق زي ما انت حابة. هنحط هنا اللحمة وهنسيبها لحد ما تاخد صدمة معانا، وبعد كده هنقلبها عشان ما تنزلش المية بتاعتها. كده تمام اتشوحت معايا الفراخ. بعد كده هنحط هنا الفلفل متقطع شرايح، هتديله تقليبه كده ياخد صدمه معاكي وتشويحه وتاخد طعم الفراخ. هنحط هنا المرقه فوريه، وهنحط هنا كزبره، وهنحط طبعا ملح تظبط الملح، وهنحط فلفل اسود، وهنسيبها تتشوح كده وتاخد تطعيمه حلوه من الفراخ. كده تمام. بعد كده هنحط هنا الزيتون متقطع شرايح، بيديله طعم حلو جدا في الوصفه دي، جربوها. وهتديله كده تقليبه كده دقيقتين كده وخلاص هنرفعه من على النار. بعد كده هنجهز هنا حله تسخن كويس، وهنحط لها معلقتين كبار من السمنه، هنسيبها لحد ما تدوب معانا تماما عشان نعمل صوص البشاميل. وهنحط معلقتين كبار من الدقيق وهتقلبي كده كويس. وهنحط اللبن بتاعنا 5 كوبايات، هتحط شويه شويه لحد ما القوام يظبط معاكي. تقلبي كده الاول، بعد كده تزودي شويه شويه من اللبن لحد ما الكميه تخلص كلها. طبعا هتسيبيه كده لحد ما الصوص البشاميل يتقل معاكي وياخد قوام حلو. كده تمام. طبعا هحط هنا معلقه صغيره من الملح، وهنحط كمان مرقه فوريه بتدي لها طعم حلو. كده خلاص صوص البشاميل اللي تقل معايا وجهز. هنحط بعد كده جبنه موتزاريلا، لو عندك اي نوع جبنه ممكن تستبدليه عادي. بعد كده هنرفعه من على النار. هنجيب هنا طبق البايركس بتاعنا، هنحط اول طبقه من صوص البشاميل. بعد كده هنحط هنا المكرونه، شويه من المكرونه. بعد كده هتسويها بالمعلقه اول طبقه، وهنحط كمان عليها صوص البشاميل علشان تمسك معانا. كده تمام. بعد كده هنحط هنا الفراخ بتاعتنا اللي احنا شوحناها في الاول. بصراحة جربوها، ريحتها وطعمها حلوة جدا. هتوزعيها بالشكل ده في الطبق، تضغطي عليها كده كويس اهم حاجة. بعد كده هنحط طبقة من المكرونة. كده تمام جهزت معانا. بعد كده هنحط هنا البشاميل كده من فوق على الوش، توزعيه بنفس الطريقة دي. وبكده خلاص هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهنسيبها لحد ما تاخد وش جميل جدا وتستوي معانا. وبكده خلاص استوت طبعا معانا. طبعا بتتقدم سخنة مع احلى طبق سلطة حلوة جدا في الساعة دي، بجد تحفة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون استفدتم وعجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك علشان توصل لكم اي فيديوهات انزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.